بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكاسب مباراة الأهلي وغزل المحلة، استبدال يوسف بالعمري في منتخب المغرب، العرض الأخير لإبراهيم دياباتيه وأفينيكو بولولو، قرار النيابة العامة في غرق السباح يوسف محمد، وهروب لاعبي الزمالك. نصلي على الحبيب ونخش على طول في الفيديو بتاعنا. انتهت منذ قليل مباراة الأهلي وغزل المحلة، اللي قرر رياض تورب يخوض المباراة بقطاع كبير جدا من اللعيبة الناشئين، بالإضافة طبعا لكابتن حسين الشحات ومصطفى العش ومحمد سيحة. ضم مجموعة كبيرة جدا من الناشئين. تشكيل النادي الأهلي في المباراة كان محمد سيحة لحراسة المرمى، ناحية اليمين إبراهيم محمد أو إبراهيم الأسيوطي، هو اسمه ابراهيم محمد الاسيوطي بس الشهره بتاعته ابراهيم الاسيوطي. احمد عبدين ومصطفى العش اتنين مساكين. ناحيه الشمال مهند الشيمي، واللي كان نفسي اشوفه بصراحه، سمعت عن اللاعب ده كتير، كان تألق مع منتخب مصر في كاس العالم، بس كان نفسي اتفرج على الولد ده مع النادي الاهلي. في نص الملعب كان ابراهيم كاظم وابراهيم عادل، قدامهم عمر سيد معوض، ناحية اليمين كان محمد رأفت، ناحية الشمال حسين الشحات، وفي الهجوم حمزة عبد الكريم. طبعا اتفرجنا على الماتش، شفنا تألق لعيبة كتير جدا في النادي الأهلي. طبعا أبرزهم إبراهيم عادل لعيب حكاية، كرة في رجله بتتكلم، لعيب قوي جدا، برغم يعني ما لسه خبرات، ما فيش خبرات، بس لعيب قوي جدا، بيستخلص الكرة بشكل كويس، عنده ثقة في نفسه عالية قوي، حريف، بيرقص، عنده جرأة. في ابراهيم الاسيوطي لعيب كورته حلوه جدا، سريع، بس محتاج خبره. ابراهيم الاسيوطي امتى يطلع، امتى يقف، امتى يضغط، محتاج خبره شويه. مهند الشيمي برضو نفس الكلام، لعيب كويس جدا، كورته جميله واوفراته حلوه قوي، برضو محتاج ان هو ياخد ماتشات. ابراهيم كاظم كورته حلوه، ولكن جسمه صغير قوي، يعني كلاعب ديستروير في نص الملعب، لا جسمه صغير قوي على انه يعمل الدور ده. في كاظم ابراهيم كده كده احنا عرفنا ان هو يعني بنسبه كبيره ماشي، فهو لعيب كويس جدا جدا، بس قصر قامته وجسمه الضعيف، لا ده عنده مشكله، ده هيعمل مشكله مع في خط وسط النادي الاهلي. احمد عبدين محتاج يلعب جنب مدافع قوي عشان تقدر تقيمه. مصطفى العش يعني عنده سذاجه شويه في التغطيه، فمحتاج احمد عبدين يلعب جنب مدافع تقيل عشان يبدا يطلع كل اللي عنده. بس هو كخامه، انا عن نفسي شايف محمد عبد المنعم، بس لسه عنده لسه شويه. عمر سعد معوض طبعا احنا مش هنتكلم عليه، عمر سعد معوض معروف طبعا والناس كلها عارفه، وكان طبعا كان رايح الدوري الاسباني، وكانت الدنيا كلها كانت ماشيه تمام، لولا الاصابه اللي جات له وحرمته من اللعب سنتين. المفاجاه كانت بالنسبه لي كان محمد رأفت، لعيب كورته حلوه جدا، لعيب مهاري، لعيب خفيف الحركه، لعيب سريع، بيرقص في ربع متر، لا لعيب لو اديته ماتشات واديته فرص، لا اللعيب ده هيجي منه كتير قوي. انت بتدي طاهر، وبتتحايل النهارده على احمد عبد القادر، وبتتحايل على كوكا. يعني انا احمد عبد القادر معروض عليه 15 مليون، دي الفئه اللي هو بيلعب فيها في النادي الاهلي، او الفئه بتاعته في النادي الاهلي 15 مليون، طالب 30 مليون، وكمان عايز يشيل بند نسبة المشاركة. يعني الباشا عايز يمضي 3 سنين في 30 مليون، يعني 90 مليون جنيه وهو قاعد على الدكة زي الباشا، ما لعبش مش مشكلة، وعايز 90 مليون. وطبعا احمد عبد القادر مش اساسي في النادي الاهلي، يعني احمد عبد القادر ممكن تشوفه ماتش كل 3 ماتشات، كل 4 ماتشات، فتاخد 90 مليون في 3 سنين وانت ما بتلعبش. فطبعا النادي الاهلي قدم العرض الاخير، كما هو 15 مليون، مفيش تاني يا باشا، عاجبك مش عاجبك هتعرض في يناير امشي، او كمل معانا الموسم على الدكه وابقى امشي اخر الموسم. نفس الكلام كوكا برضو خلاص، هو كوكا خلاص، احنا قلنا ان هو رايح البرتغال خلاص، الفرقه البرتغالي، فخلاص كوكا برضو خلاص. فانت عندك النهارده ابراهيم عادل، كوير،
عندك محمد رأفت لعيب حريف ومهاري، اما يبقى عندك محمد رأفت ناحيه الشمال وعندك محمد عبد الله ناحيه اليمين، اللعيبه دي لو خدت الفرص اللي بياخدها طاهر ومحمد شريف وقفشه، الناس دي لو خدت الفرص دي، لا اتفرج عليهم، الناس دي محتاجه خبره بس. عندك عمر سيد معوض لعيب حلو قوي، ابراهيم عادل لعيب حلو قوي، عندك احمد عبدين، عندك ابراهيم محمد، عندك محمد الشيمي ده لو لعب، لو خدته معاك الباك الشمال الثالث، محمد الشيمي ده سنتين ويكسر الدنيا، لعيب حلو قوي وبرضه حريف، برضه بيطلع الكوره برضه يعني في مكانها، بيحط الكوره في مكانها، ان كان اوفر طويل او باص على الارض بيحط لك الكوره في المكان اللي انت عايزه. فلعيب لعيب حلو قوي. اللي نزلوا طبعا ياسين عاطف، برضه لعيب كويس جدا، الباص بتاعه حلو قوي برضه. يعني في لعيبه كتير جدا، اتمنى ان اشوف منهم على الاقل 6 7 لعيبه ينضموا للفريق الاول، او ويشارك منهم 5 على الاقل. حمزه عبد الكريم واضح ان هو حمزه مش مركز خالص، حمزه شكله كده خلاص، هو موضوع برشلونه مأثر على نفسيته، فاتمنى ان موضوع حمزه عبد الكريم يخلص، يا اما بالقبول او بالرفض، عشان نخلص من القصه دي وحمزه يفوق شويه. يوسف بالعمري كان المفروض يجي اليومين الجايين دول، بكره بعد بكره يوم الجمعه كان المفروض يجي عشان خاطر يعمل الكشف الطبي ويتصور بقى، واللي يبدا الاهلي يجهز لاعلان الصفقه بعد ما يخلص من حد من الاثنين الاجانب اللي هم اشرف داري وجراديشار. بس للاسف اصابه رومان سايس او رومان سايس مدافع المغرب خلت وليد الركراكي عمل استبدال بيوسف بالعمري. يوسف بالعمري مكمل معاهم لحد اخر مشوار المغرب في البطوله، ان كان المغرب هتكمل للنهائي او هتخرج من ادوار متقدمه، فهو وقت ما هيخلص منتخب المغرب هيجي على مصر عشان يخلص الكشف الطبي ونخلص ويتم اعلان الصفقه. اشرف داري كابتن وليد صلاح الدين قعد معاه، قال له انت كده مش ضمن حسابات الراجل، فكده انت مش هتبقى اساسي معانا، مش هتشارك بصفه مستمره، فروح الوداد وما تقلقش، النادي الاهلي لو حتى مرتب الوداد اقل، النادي الاهلي هيكمل لك الراتب بتاعك. نفس القصه جراديشار ما عندوش مشكله ان هو يخرج، بس برضه المشكله في الراتب، فالاهلي هيدور على عرض يكون قريب شويه. طيب بالنسبه للعرض الاخير اللي قلنا عليه من شويه لابراهيم دياباتيه وافينيكو بولولو. ابراهيم دياباتيه النادي بتاعه متمسك ب 3 مليون دولار، وده يمكن اللي عطل الصفقه شويه وخلى النادي الاهلي راح اتكلم مع افينيكو بولولو. طيب ايه اخر العرض هنا وهنا؟ النادي الاهلي عرض 1,750,000 دولار كاش وقت التوقيع، 500,000 دولار شهر مارس، 500,000 دولار في شهر يونيو، عشان الصفقه كلها تبقى شاكب راكب 2,750,000 دولار. طيب النادي لسه طبعا ما ردش، فهنشوف ان شاء الله اما يرد النادي بتاع ابراهيم دياباتيه، النادي السويدي، هنشوف هتخلص على ايه. برضو عندنا افينيكو بولولو اتعرض على او كده افينيكو بولولو فاضل 6 شهور في عقده، فممكن الصفقه تخلص ب 500-600 الف دولار. بس هي المشكله في افينيكو بولولو نفسه مش في النادي. يعني افينيكو بولولو النادي الاهلي عرض عليه 1,000,000 دولار في الموسم، ما رفض، وطلب يعني النادي الاهلي يرفع العرض شويه، وعايز 1,000,000 دولار منحه تعاقد. طبعا الكلام ده عندنا في مصر اهدار ملعام، ما فيش حاجه عندنا اسمها منحه تعاقد، الا بقى زي زيزو لو بعد اعلان حاجه، يعني بتبقى قصه ثانيه. ما فيش عندنا منحه تعاقد في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي حلها ازاي؟ النادي الاهلي قال لك هوزع 1,000,000 دولار، ازود العقد بتاعه، ارفعه سنه، وهزود 450 دولار في ال3 سنين، عشان خاطر يبقى كده دخلنا منحه التعاقد وزودنا له الراتب بتاعه، وكده تبقى الدنيا زي الفل خلصانه. برضو مستنيين لسه افينيكو بولولو يرد عليهم او يرد على اداره النادي الاهلي، وان شاء الله واحد من الاثنين، ان شاء الله هو واحد بس اللي هيجي مش الاثنين اللي هيرد، والراجل اوكي يسترب ما عندوش مشكله، خلاص الموضوع يبقى منتهي. طيب عندنا قرار النيابه في موضوع يوسف محمد السباح اللي غرق في بطوله الجمهوريه من حوالي
3 اسابيع، واحنا كنا عملنا فيديو قبل كده على يوسف. النيابه قررت تحويل مجلس اداره الاتحاد السباحه بالكامل مع المدير التنفيذي، مع مدير لجنه المسابقات، مع المنظم البطوله، مع الحكم الرئيسي في البطوله، مع 3 من المنقذين، تحولوا للمحكمة الجنائية. طب ايه التهمة؟ عشان الخص لك بس التوصيف بتاع النيابة، لان القرار طويل جدا، الخص لك التوصيف. ان هما كان طلع كلام ان الولد عيان ومريض، او في ناس قالت لك كان ممكن يكون واخد منشطات وحصل اجهاد عنده ولا حاجه. لا، هو العينات اللي اتاخدت من الولد سليم تماما، مفيش، الولد مش مريض باي مرض. الموضوع كمان ان مفيش اي منشط او اي مخدر في جسم الولد مات نتيجه اسفكسيا الغرق. اسفكسيا الغرق يعني الولد غرق، توقف عضله القلب وتوقف نشاط الجهاز التنفسي بسبب امتلاء الرئتين بالميه. طبعا مع يعني بيقول لك عملوا اسعافات اجتهاديه، يعني كمان مفيش حتى مفيش تنظيم، مفيش حاجه لجنه طبيه موجوده، لا ده هم المسعفين او المنقذين هم اللي كانوا بيعملوا الاسعافات الاوليه للولد بعد ما طلعوه من حمام السباحه، بعد ما قعد فتره، برضو كان ده في توصيف النيابه، بعد الولد ما قعد فتره في قاع المسبح. طبعا مفيش ملاعب او حمامات تانية للاحماء، طبعا قمه في الاهمال. قال لك كمان في توصيف النيابه ان العدد الولاد اللي كانوا داخلين المسابقه كبير جدا على المده الزمنيه بتاعه المسابقه، يعني سمك لبن تمر هندي، يلا كله ينزل والدنيا يلا بسرعه بسرعه وخلص، يلا انجز خلاص. فده طبعا وصفته النيابه بالاهمال والفشل في التنظيم، وان الاتحاد المصري للسباحه بيشغل ناس غير مؤهله فنيا واداريا. الناس اللي كانت مشرفه على البطوله غير مؤهلين لا فنيا ولا اداريا ولا تنظيميا. فهنشوف برضو ان قرار محترم جدا من النيابه العامه. هنشوف الموضوع لسه طبعا هيبقى في المحاكمات دي عارفين بتطول، ربنا يا رب يرجع حق يوسف. وانا كنت بطالب ان فعلا يتم كده والموضوع ما يتسكتش عليه، والحمد لله النيابه حققت في الموضوع وكل الناس دي اتحولت للمحكمه الجنائيه. طيب هروب لاعب الزمالك. طبعا كابتن الاستاذ احمد الخضري كان نزل كده تويته ان الموضوع مش واقف قيده وبس، لا ده في لعيبه كمان بتهرب، بس ما قالش. طبعا هو كان سطر كده بس على في تويته كده، ما قالش مين هو اللاعب هو حارس الزمالك مواليد 2008 اللي كان مع كابتن احمد الكاس في بطوله كاس العالم. الولد اتحجج ان عنده برد واختفى وقفل تليفونه. الولد فاضل 6 شهور في عقده، من حقه في يناير يوقع على اي نادي، خلاص يعني الموضوع كله اسبوع والولد يروح لاي نادي في مصر. طبعا مش النادي الاهلي، عشان بس النادي الاهلي عنده حراسه تمام، مش النادي الاهلي. يبقى شوف مين اللي بيخطف منك لعيبتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعمل سبسكرايب، اتمنى تعمل لايك، شير الحلقه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الاهلاويه ويوصل لكل الناس. اشكركم، السلام عليكم.